ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي، وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل البلح الشامي المقرمش، وازاي يكون معانا زي الجاهز بالظبط. شايفين ما شاء الله شكل البلح الشام؟ ما شاء الله زي الجاهز بالظبط واحلى كمان. هتعملي الكمية دي كلها من 2 كوب دقيق بس. شايفين ما شاء الله شكل البلحة؟ ما شاء الله شايفين قد ايه مقرمشة من بره وطرية من جوه. ما شاء الله طعمها حلو قوي واحلى من الجاهزة. عندنا المقادير بتاعتنا 2 كوب من الدقيق، ويكون دقيق جميع الاغراض او دقيق مخبوزات، وعليه رشة من الملح، وعندنا معلقة كبيرة من النشا هنقلبهم مع بعض كده، ومعلقة كبيرة من السكر، وكوب ونص من الماء، وربع كوب من الزيت. في حلة هننزل بالزيت والماء والسكر وهنقلبهم مع بعض كده على النار، والنار بتاعتي تكون عالية لحد ما المية تغلي. بعد كده هنهدي النار خالص وننزل بالدقيق والنشا، وطبعا الدقيق بتاعنا هنكون نخلينه كويس، وهنفضل اللي احنا نقلب في العجينة لحد ما تتكور معانا كورة. زي ما انتوا شايفين كده هنقلب في العجينة لحد ما تتكور معانا. بعد كده هنبدأ اللي احنا نحضر الشربات بتاعنا او السيرب بتاعنا، عبارة عن 3 كوب من السكر، كوب ونص من الماء، نص عصير ليمونة، و2 معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. هنقلبهم مع بعض على البارد، وبعد كده هنرفعهم على النار. أول لما هيغلوا هنهدوا النار ل10 دقايق. لازما الشربات بتاعنا أو السيرب يكون بارد خالص ويكون تقيل. بعد ما العجينة بتاعتي اتلمت هحطها في بولة علشان تبرد، لازما تبرد تماما. وبعد كده هبدأ أنزل ب2 بيضة، عليهم ربع معلقة صغيرة قصنص حليب، ومعلقة صغيرة من ريحة البرتقال أو قصنص البرتقال. نزلنا بالبيضة الأولى اختفت، بعد كده نزلنا بالبيضة التانية. لو مش متوفر عندك قصنص حليب هتحطي ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. بس طبعا أنا بقولك الطريقة المظبوطة علشان يكون معاكي زي الجاهز بالظبط وبطريقة المحلات بالظبط. عندنا زيت هنبدأ اللي احنا نرفعه على النار. الزيت بتاعنا هيكون بارد، النار بتاعتنا هتكون هادية خالص. هبدأ أضغط كده بالقمع بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ بالمقص احطه في قلب الزيت واقص كده على حسب حجم البلحة اللي انت بتحبيها وبتفضليها، عايزاها قصيرة او طويلة او متوسطة. انا عملته الحجم ده كده زي ما انتوا شايفين. الزيت بتاعنا بيكون بارد مش سخن كده. بعد ما الزيت بدأ ان هو يسخن معايا زي ما انتوا شايفين، طبعا مش هنقلب البلح الا لما يشمع من تحت وياخد لون من تحت. هنبدأ اللي احنا نقلبه على الجنب التاني، وطبعا النار بتكون هادية خالص. هنفضل نقلب فيه على طول علشان يدينا اللون الذهبي الموحد. شايفين ما شاء الله شكل البلح؟ ما شاء الله. بفضل اللي انا اقلب فيه على طول علشان يكون معانا زي الجاهز بالظبط. شايفين ما شاء الله؟ والنار بتاعتي بتكون هادية خالص. بعد كده ببدأ أنزله في الشربات على طول. الشربات بتاعي بيكون بارد وبيكون تقيل زي ما انتوا شايفين كده. بطلعه على طول وببدأ اللي أنا أنزله في قلب الشربات وهو بارد. البلح بيكون سخن والشربات بتاعي بيكون تقيل وبارد. بقلبه كده ومش بطلعه من قلب الشربات إلا بعد 10 دقايق علشان يشرب العسل كويس. شايفين ما شاء الله شكل البلحة؟ شايفين ما شاء الله قد ايه مقرمشة وطعمها حلو قوي؟ شايفين من جوه ما شاء الله قلبها مفرغ معايا وزي الجاهز بالظبط. شايفين ما شاء الله شكل البلحة؟ ما شاء الله زي الجاهز. شايفين قلبها من جوه؟ ما شاء الله. ما تنسوش